من وجهة نظرك كده ايه رأيك، ألمانيا ولا كندا ولا أمريكا بشكل عام؟ بص، خلينا نعمل مقارنة وندي لكل واحدة منهم نقطة. لو هنتكلم على أعلى مرتبات، أكيد أمريكا ما فيهاش كلام، هي أقوى قوة اقتصادية في العالم دلوقتي. الحاجة التانية الحياة الاجتماعية، كندا تعتبر كحياة اجتماعية الناس بتتقبلك في السيستم بتاعهم أسهل بكتير من ألمانيا ومن أمريكا كمان. الدراسة، ألمانيا تعتبر هي أرخص واحدة في موضوع الدراسة، وفي دراسة بتبقى ببلاش تماما. أنا سمعت كده لو أنت معاك ألماني وعامل موضوع الحساب المغلق والكلام ده، أرخص بكتير، لأن أمريكا وكندا الدراسة فيهم غالية جدا، فدي تعتبر نقطة لصالح ألمانيا. حتة إن أنت بعد ما تخلص دراسة هتقدر تكمل، ألمانيا أتوقع الموضوع هيبقى أسهل إن أنت تعرف تكمل، كندا في احتمال كبير إن أنت بتاخد تصريح العمل وتعرف تكمل. أمريكا هي اللي أصعبهم في النقطة دي، لأن أنت الكومبيتيشن عالية جدا، فإن أنت تعرف تعمل تصريح عمل هناك أو حد يعمل لك سبونسر ده بيكون أصعب. نطلع بقى من الحته دي خالص في حته الدراسه، انه بلد فيهم اللي تقدر تقدم فيها على هجره تعتبر كندا طبعا. المانيا هو طريق الدخول الامثل هيكون موضوع الدراسه، ولكن كندا تعرف تدخل من اول يوم كمواطن كمقيم دائم، فعندك كل الحقوق، فاحسن كتير.